السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ من النهارده مش هنشتريها تاني خالص. يعني بصوا كده حاجة كده، الفيديو ده لعشاق الملوحة وعشاق السردين وعشاق البسارية والفسيخ وجميع بصوا الأسماك المخلبة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، مش قادرة أقول لكم. حاجة بتتكلم عن نفسها. خليت البسارية أو الملوحة في البرطمان بعد 3 أيام بالظبط، فتحت عليها. والله العظيم والله العظيم مش قادرة أقول لكم، هي الحاجة بتتكلم عن نفسها. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. كتير اليومين دول في السوق، ماليه السوق ورخيصه جدا، سعرها معقول الى حد ما. فاحنا النهارده هنعملها. تعالوا بقى بصوا، انا قبل اي حاجه انا غسلاها امبارح بالليل. غسلتها كويس جدا تحت الميه الجاريه لغايه ما خليت ميتها زي الفل. ماشي، وسبتها في المصفى زي ما انتم شايفين كده تحت طبق تصفي كل الميه اللي فيها. ماشي. طبعا لو في الصيف هندخلها التلاج تحت طبق برضو زي ما هي كده في التلاج. لو في الشتاء انا سايباها بره على الرخامه طول الليل، مش هجرى لها اي حاجه. ونشفتها صفت الميه اللي فيها كويس، ولازم تتاكدي ان ما فيهاش ميه. وعندي منديل برضو كده ما تتكيش، لان البسله زي ما انتم عارفين من الاسماك اللي هي الرقيقه اللي ما بتستحملش تتهري بسرعه. انا منشفاها كويس ومتاكده وعارفه ان هي ناشفه خالص، ما فيهاش ميه. عشان الميه دي هي اللي بتخلي الملوحه او البسله بتاعتنا ليها ريحه. بصوا اهي بالراحه كده زي ما انتم شايفين كده، المنديل يخلي يمتص اي ميه زياده فيه. هي زي الفل اهي، ناشفه اصلا خالص اهي زي الفل. بسم الله. نحط هنا في الطبق. انا طبعا البسله دي انا معايا نص كيلو من البسله. طبعا انتوا عارفين ان انا اصلا يعني انا عامله رجيم، ممنوعه من المخللات خالص. عشان طبعا انتوا عارفين ان المخللات بتحجز الميه في الجسم. فانا طبعا وملك ما لهاش بتحب السردين الكبير، بتحب الرنجه وتحب الحاجات دي. فانا عامله النص كيلو ده عشان بس اخت فاضله ليا اتصلت بيا كلمتني وبعتت لي في التعليقات، قالت لي انا عايزه طريقه البسله المخلله او الملوحه. ماشي. فاحنا النهارده هنعملها برضو. انا بحاول انا هعمل نص كيلو، انتوا بقى تقدروا تزودوا الكميه اللي انتوا حابينها. ونسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا كده معلقتين كبار من الملح. معايا هنا نص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ورق لورا بودره، معايا نص معلقه شطه. احط الكلام ده كله كده على بعضه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب بقى. الكركم ما بيخليش السردين يبقى له ريحه خالص مع البابريكا. وورق اللورا برضو، بس انا ما عنديش ورق لورا صحيح، حطيت اللي هو البودره زي ما انتم شايفين كده. قلبت كده قلبت. انا زودت حبه بابريكا كمان عشان عايزه اللون يبقى احمر كده جميل كده. انا حطيت معلقه كبيره بابريكا، نص معلقه شطه، نص معلقه ورق لورا كده اللي هو البودره، لورا البودره، معلقتين كبار او 3 ملح. ماشي. وهقلب طبعا وننزل بقى كده كلام الجميل ده بعد ما تتاكد انه ناشف تماما ما فيهوش ميه. ماشي. هشيل بس الحاجه دي من جنب كده. بصوا انا هعمل كده، استنوا بقى كده ثواني. طبعا دلوقتي البسله ناشفه جدا، مش هتمتص مش هيثبت عليها الخلطه دي. فانا هعمل لها هنزل لها سرسوب صغير كده من الزيت عشان بس اخلي الملح والخلطه دي تشبك فيها. وهعمل بقى كده عشان طبعا ما ينفعش نقلب بمعلقه، عشان انتوا عارفين ان البسله حساسه جدا. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الجمال لما حطيت بقى الزيت عليها خلى الخلطه مسكت على السردينيه على البسارية او على بصوا بقى الجمال. بصوا الحلاوه، هي فيها صغير وفيها كبير. اظن ما فيش احلى ولا اجمل ولا اطعم من كده. بصوا العسل، احنا بنشتري الكيلو من بره بالشيء الفلاني وفي اكبر من كده كمان اهو. بصوا طبعا ايدينا مغسوله كويس. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يبقى انا دلوقتي هعمل اخد بايدي بقى كده ونسمي الله ونقول بسم الله. مع البرطمان بتاعي مغسول كويس ومتعقم. عندك برطمان ازاز مفيش مشكله، انا عندي الازاز بس لقيته كبير. انا هحطها دلوقتي في البرطمان بصوا نشتريها بقى من بره، واحنا ممكن نعملها في بيتنا بطريقه سهله
وبسيطه مش مكلفة. ومش مكلفه وما احتاجنالهاش اي حاجه. والكيلو بره الكيلو فيها ب 30 جنيه، البسله دي جايبه الكيلو ب 30 جنيه. ده كده جينا عند نص البرطمان كده زي ما انتم شايفين. وهقوم جايه نازله بايه، بحبه زيت، بس زيت ما يكونش له ريحه، عشان الزيت ده هو اللي هيخليه ايه، يديني سرعه في التخليل. ماشي، ويخلي طعمها كده زبده معايا. نكمل بقيه الشكل بنفس الطريقه كده. حبه الزيت اللي انا حطيتهم على وش البسليه هو اللي خلى ايه، الخلطه مسكت كلها زي ما انتم شايفين كده. يا دوب دي ايه. ما انا قلت البرطمان التاني كبير، الازاز بتاعي هياخد له بتاع يجي كيلو ونص. بصوا خلاص كده اشيل ده بس كده. هعمل بقى دلوقتي التكه كده بالراحه خالص. انا عايزه اطلع الفراغات اللي هي فين، اللي في البرطمان، مش عايزه اي حاجه يبقى فيها فراغات. وهنزل بقى عليها بايه، بحبه الزيت الحلوين العسل دول كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. مش عايزه تاني اكتر من كده. شفتوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. هعمل بقى طبعا عشان انتوا عارفين ان ايه، البكتيريا بقى ما تجيش على الحلق بتاع البرطمان كده او الجراثيم. هعمل ايه، هقوم جايه بقى ايه منديل كده من بتاع المطبخ بخل كده، وهاجي كده بالراحه كده وننضف البرطمان بتاعنا بالخل، عشان مش عايزه ايه بكتيريا تيجي في البرطمان كده زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوه دي. ماشي، وهقوم جايه بقى عامله ايه، عندي كيس نضيف كده بتاع التلاجة، وهقوم جايه مغطيه زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، حابه تقطعيه بقى الكيس بالطريقه دي كده. وقفلت البرطمان كويس اهو. وهتسيبيها بقى 5 ايام. 5 ايام هتفتحها عليه، هتاكلي احلى ملوحه او احلى بسارية او احلى سردين مخلل بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه وما فيهوش اي حاجه. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي نسمي الله ونفتح كده على السردين بتاعنا. عدد دلوقتي كام يوم، احنا عاملينه من يوم الاربعاء، يبقى الاربعاء والخميس والجمعه والنهارده السبت اهو في اول اليوم اهو. يبقى بعد ايه، يعني اعتبر بعد 3 ايام تاكلي احلى سردين. يلا نسمي الله ونفتح كده. بسم الله الرحمن. بصوا بقى، انا لما مسحت البرطمان بمنديل كده مبلول خل، ما خلاش اي جراثيم ولا اي رواسب ولا اي عفونه ولا اي حاجه ظهرت على الحلق البرطمان. شايفين بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو اهو. بصوا بقى، بصوا بقى نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا زبده، طبعا ده مش اللي في البرطمان ده مش ميه، هو باين ولا مش باين، ده زيت. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله عسل. طبعا انا كنت حاطه ملح كتير، 3 معالق ملح. ليه، هو المفروض اصلا على الكيلو البسارية او الكيلو الملوحه معلقتين كبار من السرد من الملح. بس انا ليه حاطه 3 معالق، علشان خاطر الملح بتاعي كان ملح ناعم، ما كانش ملح خشن، ما كانش متوفر عندي ملح الخشن بصراحه. فانا حطيت ملح ناعم اللي انا بستخدمه في الاكل. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا انا مش عارفه اقول لكم، بصوا الحاجه بتتكلم عن نفسها. بصوا سردين زبده. بصوا شيل الدماغ كده. بصوا السردين والله العظيم مبطرخ. بصوا الماده الدهنيه اللي فيه. بصوا البطارخ حاجه كده عسل. بصوا هشيل بس كده الغطا كده عشان اجيبه، اقرب ايدي كده عشان تشوفوا، شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه. بصوا بتقشر كمان. بصوا ليه بقى نشتري من بره الملوحه او البسارية واحنا ممكن نخليها في البيت. بصوا الجمال. اقسم بالله الطعم حكايه، والله العظيم طعم تحفه، ومش عامل اي ريحه زفره خالص عشان تبقوا عارفين يعني. بصوا حبايبي اهو، واحده كمان اهو. عايزه اقول لكم والله العظيم 3 بصوا كده القلب البسريه من جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه كده عسل. بصوا قد ايه هي مستويه، والملح بتاعها مظبوط تماما. بصوا بعد ما بشيل السلسله كده. بصوا اهو، واحده كمان صغيره خالص اهي.
الواحد ياكله كده من حلاوته وياكل. انا عايزه بص، عايزه اجي مع الطبق ده رغم ان انا ممنوعه من المخللات عشان عندي املاح. بصوا يا جماعه، بصوا الحلاوه، بصوا قد ايه، شفتوا اللون بتاعه عامل ازاي. عايزه اقول لكم ده مش، ده بصوا شلت الدماغ والبطن، بصوا عامل ازاي. بصوا السردين والله العظيم 3 زبده وملوش ايه. انا فتحت البرطمان دلوقتي في البوتاجاز، والله العظيم 3 ملول ريحه زفاره نهائي، ولا اكني ولا اكني مخليله حاجه. بصوا والله العظيم فسيخ. بصوا اهو، فتحت عليه بعد ايه، بعد 3 ايام اهو، في اول اليوم الرابع هنفطر منه. بصوا حاجه كده بقى بساريه بقى او ملوحه زي ما بتسموها. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. ده زيت مش ميه. بصوا كده ادي، وريهم كده، قربي بالكاميرا كده يا ملك. بصوا ده زيت مش ميه، مش منزل اي ميه، عشان انا كنت اصلا مصفيه من الميه. ايه رايكم بقى في الفيديو ده يا حبايب قلبي؟ رب اكون قدرت افيدكم بحاجه او بمعلومه صغيره كده على الاقل. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.